هاي، عاملين ايه؟ معانا تورته الجيلي، مش قادره اوصف لكم هي جميله ازاي. معانا بقى فراوله، كوبايتين من الميه المغليه، وكيسين من الجيلي. تقدروا تحطوا فراوله وممكن لا، متوفر عندك يعني. هنا انا بحط بقى الكيسين، وبعدين بقى قطعت الفراوله وهنزل عليهم بالكوبايتين الماء المغليه، وهقلبهم كويس جدا. وضروري لازم تتاكدي ان هما اتقلبوا كويس بحيث ان ما تلاقيش اي تكتلات خالص. وهنزل بقى على الفراوله، وهحط بقى الطبقه الاولى دي في التلاجة لمده يعني ساعتين 3-4 ساعات كده، لغايه ما تلاقي الجيلي تماسك تماما. هعمل بقى الطبقه التانية، كوبايه من اللبن، 4 معالق من السكر، كيسين جيلي، كوبايه كريم شانتيه خام. هنحط بقى اللبن والكريم شانتيه في الستاند ميكسر كده، وهما بيتضربوا مع بعض. هحط بقى الجيلي والسكر، بحيث ان السكر يدوب مع الماء المغليه اللي احنا هنحطها. احنا هنحط كيسين من الجيلي و4 معالق من السكر، وهنحط عليهم كوبايتين بقى، بس هنحط بقى كوبايه ميه مغليه، كوبايه ميه بارده، وهنقلبهم برضو كويس مع بعض. وبعدين لما هقلبهم بقى مع بعض هنزل بقى على الكريمه دي كده. الطبقة التانية بتاعت الجيلي يعني هو الطعم بتاعها يعني حاجة كده تحفة، يعني جميلة جدا. هي دي طبعا صيفية شوية، بس يعني بما اني لقيت بقى جيلي عندي فقلت بقى اعمله. بس وهنا بقى حطيت الطبقة التانية واحطها بقى في التلاجة. يفضل طبعا تكون ليلة كاملة، وممكن بقى 4 أو 5 ساعات. وبعدين هطلعها من التلاجة واحطها في نص ثانية، يعني نص دقيقة كده، في شوية مية دافية بحيث تتقلب معايا بسهولة. بس كده شكلها النهائي، وبالهنا. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير، وباي باي.